وسهلا، كنتمنى انكم تكونوا مزيانين وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غادي يكون فلوق واحد منتزه بوهاشم، غنبارطاجي معكم كاع تفاصيل الرحله كي دازتنا ودار الضيافه اللي مشينا لها والثمن اللي عطيناهم لمده يومين بالفطور الغداء والعشاء المهم كلشي. اول حاجه هنايا بغينا نعملوا واحد دوره كبيره هكذا غير بالطوموبيل، الطريق الساحليه والشمال هكذا. دوزنا اول حاجه على كاستيوخو، من بعد غادي ندخلوا الجهه ديال كابو نيغرو والرينكون، تما غادي نفطروا في الرينكون في قهوه ديال بلو سكاي اذا بقيت عاقل عليها. الفطور هذا كان ب 35 درهم، كان فيه كلشي لي زاكومبانيومون هكذا، يعني رغايف الحرشه المهم كلشي واتاي ومعها العصير ديالو وكلشي. موراها دوزنا لمارتيل، عاوتاني عملنا واحد الدويره تما بالطوموبيل وقفنا وبقينا كنتمشاو شويه في الكورنيش، وحاولنا اننا نستغلوا النهار مزيان نمشيو نموطع بزاف في نهار واحد. وموراها عاد هودنا لتطوان، دوزنا على هذا الموطع هذا اللي دائما كنبارطاجيه معكم، جهه ديال توتا كنظن. المهم هنايا كنبارطاجي معكم ماكولات اللي رخيصه بزاف ومزونه. تاكوس عندهم 24 درهم اللي في الحقيقه رجع في طنجه ب 40 درهم الفوق، هادشي اذا يقدموا لك شي حاجه مزيانه. بالنسبه لهنايا دينا هاد الزعزع هذا كيتسمى زعزع مسكسف، كان ب 15 درهم، كيجي غزال مزيون بزاف. كاين زعزع اخر ب 10 دراهم وباناتشي والعصائر، المهم كيقدموا داكشي رخيص بزاف ومزيون دو كاليتي. من بعد خدينا هاد الطريق ديال تطوان باش نرجعوا جهه اللي كتطلع مولاي عبد السلام، تما باش غادي ندخلوا على ديك الغابه ديال بوهاشم. دونك هذه هي الطريق. كنا وصلنا تقريبا شي 5:30 ولا 6 بعد ما دوزنا النهار مجبد كيف ما كيقولوا، ودوزنا على بزاف د المواطع. من واحد الموطع كيتسمى بغارزه باش نمشيو على اليمين ديالنا مولاي عبد السلام بعد ما خلينا تطوان الله وصافي. اون فوا كنوصلوا لهذا الموطع صراحه واحد العالم اخر خصوصا في الغروب. بدا الظلام كيطيح، وباش توصلوا لهاد الجهه غتقصيو على دار الضيافه كارمون، معروفه بزاف. اي واحد تما غادي يوصف لكم فين جات وغادي يعطيكم الطريق وين عتلكم بصح. وديجا كاينه في مابس كنظن، يعني كتبوا غير دار الضيافه كارمون كيعطيكم لوكاليزاسيون ديالها. سينو غادي نخليكم النيميرو ديالهم، اون فوا تكونوا عوالين كتعيطوا لهم على قبل وهما كيعطيوكم لوكاليزاسيون كيقولوا لكم كلشي. زائد عندهم واحد حسن الضيافه غزال صراحه. حتى ديك السيد اللي مكلف تما الله يعمر سلعه، والناس نتوما كتعرفوا ديال الباديه الدراوش. اول حاجه اون فوا دخلنا جبرنا ميريندا واجده حيت ديجا كنا عيطنا لهم وكلشي كان بلدي. هنا عطاونا المواطع ديالنا لان كنا عوالين اننا غادي نباتوا، وصراحه كنا عوالين على ليله وحده ولكن ما سخيناش بهاد الاجواء حيت صافي كتنسى ديك الجو ديال الخدمه والضغط والحياه ديال المدينه، صافي كتجي لهنا كتنسى ديك الصداع كامل. هنا كنبارطاجي معكم هي هيدا الجليسات، راه غدا في الصباح يعني ملي يجي الصباح هنا غادي نوريكم كيفاش كانت الدنيا ديال مجموعه. حيت حنا اون فوا دخلنا طرشنا حوايجنا بدلنا علينا لبسنا البيجامات ديالنا باش نهودو نجلسوا باش هكذا نلعبوا مع بعضنا ونجلسوا ونضحكوا ونهضروا. وعادك جابوا لنا عاوتاني العشاء. هانتوما غادي تحضروا معايا، غنعطيكم الوجبات كاملين وشنو كلشي اللي دوزنا، وفي الاخر نقول لكم الثمن اللي خلصنا. هنا جابوا لنا جوج ديال الطواجن بحكم كنا 8 بينا، عامره بالكفته وبيض ومطيشه ديكشي على حق وطريقه ومطيب مزيان. هذا الصباح بعد ما جمعنا الدنيا هيدا باش تشوفوا ديكشي هكذا واضح اكثر. هذه كتطلل عليها التراسه، كانوا الناس اخرين تما حيت هذه دار ضيافه فيها بيوت بزاف. وهنا بعد ما جمعنا حويجاتنا غادي تشوفوا علاش كنطلوا واحد الهواء كيكون نقي جدا، ديك الاحساس انك عايش في واحد الجو نقي بزاف صراحه. هنا غادي نوريكم الخارجه ديال هاد دار الضيافه. اون فوا كنخرجوا على هاد لاطيراس كنجبروها عامره بهاد يعني بهاد النباتات هكذا وبهاد المحبقات وكيعطي واحد الراحه النفسيه ما نقول لكمش، يعني واحد الراحه عجيبه صراحه. هي باش قررنا ان في هاد النهار اننا نزيدوا الليله الثانيه حيت فريمون ما سخيناش. هنا جينا باش نفطروا، غادي نبارطاجي معكم الفطور المره الثانيه لان ديجا حطيته في لا فيديو اللي كنت طلعت من قمه كربوع عفوا. هنا البيض بلدي رغايف وجبن وزيت العود الخبز ديال الفران العسل كلشي عندهم بلدي وغزال.
وهنا بعد ما فطرنا وارتحنا بدلنا علينا وقررنا ان هذا النهار ندوزوه في الغابه ديال بوهاشم بلا ما نطلعوا القمه ديك ربوع لان ديجا شفناها. قلنا فقط اننا نشوفوا دويره هكذا ونرتاحوا في الغابه. شتي واخا تحرقت ولكن عطات واحد الجماليه محروقه. تما خدينا هكذا شويه تصاور عطات منظر اخر. نتمنوا هذا الشيء ما يوقعش صراحه. وهاد الجهه كانت خضراء وهنا جبرنا هاد القروده هاد المنطقه معروفه بهاد القروده. من الاحسن الواحد ما يكونش برا لان يقدروا يتهجموا سورتو ملي كيكونوا بزاف. هنا كنا بالطوموبيلات ودايزين من قدامهم وصورناهم هكذا. وهنا كانت تقريبا جات العشيه مع ديك 3 د العشيه. انا قلت لكم كنا كنحاولوا نستغلوا النهار، كنوضوا مع 10 كنفطروا كنرتاحوا كندوروا كنخرجوا كنصوروا هكذا ونرتاحوا وباقي في يدنا النهار. سبحان الله الوقت ديال الباديه فحال النهار فيه البركه. المهم هنا جينا نجلسوا نتغداو. عطاونا الشلاضه، عطاونا البيصار، عطاونا الحمص بالدواره ديالو. وهنايا كان طاجين ديال اللحم بالخضره وكان غزال بزاف. وموراها عاد كيعطيونا عاوتاني واحد التبصيل ديال الدجاج بلدي بالتغميره ديالو بمسائل ديالو. وموراها عاد مره كيحطوا الفروطه مره لا، ولكن انا قلت لكم غنفاجئكم بالثمن ديال هاد لي بلا هادو. هنا موراها جات العشيه قررنا اننا نطلعوا مولاي عبد السلام. هادشي كان باقي ما طاحش الظلام، يعني باقي النهار في يدنا. طلعنا نتما كنت شحالي ما وصلت. ملي وصلت تقريبا مولاي عبد السلام هي هذا الضريح. طلعنا الفوقي شفنا عاوتاني مناظر من الفوقي. الاجواء عامله هكذا والتقاليد ديالو. وهنا كان واحد المنظر غزال من الفوقي سورتو اننا طلعنا حتى الفوق وكنشوفوا المدينه كامله، كنشوفوا ديك الخضوريه مع جا الغروب. وحضرنا على هذا الغروب عاد كهودنا في حالتنا. وهنا كنا رجعنا في حالتنا. كانت شي 8 ولا 9 د الليل، ما بقيتش ثابته. جينا جبرنا الميريندا نزلوها لنا داكشي بلدي بالخوز بالرغايف بكل شيء. ماشي حنايا اللي كنختاروا لي بلا، ولكن ديك البركه اللي كاينه كينزلوها لك. بقينا شويه نزلوا لنا عاوتاني العشاء. الطاجين كان عامر بالدجاج. وهذا النهار الثالث كان حتى هو داخل فيه الفطور، يعني بجوج د الليلات بالفطور بالغدا بالميريندا بالعشاء داكشي بلدي كان ب 250 درهم للواحد. وهذا الشيء كامل حنا اللي اخترنا الثمن، اما هو في الاخر كيقول لك اللي عطى الله عطيه لي بسم الله، يعني 200 ولا 250 على حسب الجهد ديالك. كنا 8 بينا تعاوننا بيناتنا جاتنا تقريبا كاملين شي 2000 درهم عطيناها له. وصافي هنا نقول لكم السلام عليكم. ما تنساوش كذلك تابوناو معايا في انستغرام. السلام عليكم.